محبي قناة ميديا الكرة، مرحبا بكم في فيديو جديد خصصنا الموضوع ديالو إلى المقابلة الصحفية التي أجراها إبراهيم دياز مع راديو السير الإسباني في برنامج الجويرو مع الصحفي مانو كارينيو. حاولنا ترجمة المقاطع التي ذكر فيها إبراهيم دياز سبب اختياره المنتخب المغربي، وكذلك رده على تصريحات مدرب لاروخا دي لا فوينتي الذي اتهمه بفرض شروط على الاتحاد الإسباني للمناداة عليه للمنتخب. لكن قبل ما نسمعوا لتصريحات النجم الريالي، نرجو منكم أوفياء قناة ميديا الكرة التفضل بالإعجاب والاشتراك اللي كيشاهدنا لأول مرة، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش توصلوا بالجديد دائما. وكالعادة نبدأ بالصلاة على النبي وعلى بركة الله. Y sueñas con jugar con Marruecos un mundial. Por cierto, sois semifinalistas del mundial. سؤال الصحفي الإسباني: أنت تحلم بلعب كأس العالم مع المغرب، وأنت تعرف أنكم لعبتم نصف نهائي المونديال بعد إقصاء إسبانيا. أنا أعيش في كابوس منذ بضعة أيام بعد مباراة المغرب وإسبانيا في المونديال. تطلعنا لمشاهدة إبراهيم معنا بعد هدفه الرائع أمام لايبزيغ، ولا أعرف ما أفعله. هذا الصحفي يريد إقناع إبراهيم دياز لقلب موقفه. يوم الاثنين قال لويس دي لا فوينتي أنك وضعت بعض الشروط للانضمام إلى إسبانيا. أريد أن أعرف إن كنت قد وضعت شروطا للمدرب أو الاتحاد الإسباني أو المنتخب الإسباني. جواب إبراهيم دياز: أعتقد أن ردة فعلي ووجهي يردون بشكل واضح، ولا أعتقد أني قادر على الضغط. لم أفعل ذلك مطلقا ولن أفعله أبدا. كما قلت، أنا لا أعرف الحديث سوى في الملعب، وذلك هو المكان الأهم. لا أعرف ما الذي قاله دي لا فوينتي لأنني لم أشاهده، ولا أعرف إن كان يتحدث عني. لكن إن كان يتحدث عني فالأمر غير صحيح. لم يسبق لي أن فعلت ذلك على الإطلاق. الآن يجب أن تتعلم بعض الكلمات العربية، أليس كذلك؟ نعم، منذ الصغر تعلمت بعض الكلمات، وبعدها ذهبت في سن مبكر إلى إنجلترا، والآن سأتعلمها اللغة العربية. لقد تعلمت الإنجليزية، اللغة الإيطالية والإسبانية التي هي لغتي الأم. سأتعلم العربية من دون شك، وأنا منغمس في هذا المشروع بنسبة 100%. وأتطلع لبداية تلك المغامرة بعد كل الحب الذي شعرت به، وقد قررت بناء على مشاعري. الأمر سيعجب البعض ولن يعجب البعض الآخر، لكني قررت بناء على الحب الذي أشعر به. لا شيء آخر تدخل في قراري. من الواضح أنني لن أتوقف عن كوني إسباني، فأنا أملك الجنسية المزدوجة. نعم. آسف على مقاطعتك، أنا مغربي بالكامل وإسباني بالكامل. هذا هو الواقع، وأشكر كل من يتفهم ذلك ومن لا يفهم، أو أتفهم أن تفهم الأمر في المستقبل. الصحفي الإسباني: أنا أعيش في كابوس منذ بضعة أيام بعد مباراة المغرب وإسبانيا في المونديال. تطلعنا لمشاهدة إبراهيم معنا بعد هدفه الرائع أمام لايبزيغ، ولا أعرف ما أفعله. هنا يحاول إقناعه. حسنا، أنا واضح بخصوص قراري. أنا أيضا إسباني ومغربي بشكل كامل أيضا. سأكون سعيدا بالتسجيل في مرمى إسبانيا، لكنني أفضل التسجيل أمام منتخب آخر غير إسبانيا. يضحك الصحفي: سأخبرك بشيء، أنا أيضا الحب الذي شعرت به من طرف المغرب وإسبانيا دائما ما كان جيدا، وأنا ممتن، وأنا أقولها بفم ممتلئ ومن كل قلبي. أنا ممتن جدا، وما يخالجني هو شعور خاص.